ففي حاجات كتيرة لازم نتكلم فيها الأول أصلا، بعدين نحاسب المدرب. المدرب مش هيجي في يوم وليلة يعمل لك فريق الأحلام وفي لعيبة أولا مش جايبة مستواها وفي لعيبة بتتصاب منه. يعني هو اعتمد على ياسر إبراهيم وياسين مرعي اتصابوا، إمام عاشور أصلا مصاب من كأس العالم للأندية، مروان عطية نفس القصة من قبل الموسم يبتدي مش موجود. أنا بعيد وأزيد في الكلام ده لأن الناس عايزة مخها هو اللي يمشي مع الدنيا. يعني يمشي يبقى يمشي، نجيب لعيب يبقى نجيب لعيب، نمشي لعيب يبقى نمشي لعيب. هي مش ماشيه كده اصلا، ولا الاهلي ماشي كده، ولا عمره هيمشي كده. فكره ان انت عايز مدرب يجي من اول معاه عصا سحريه، من اول ما ينزل تك 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 يخلص على اللي قدامه، دي مش موجوده. بعدين احنا خلينا متفقين ان احنا من اول موسم عارفين ان كده كده اصلا كل الفرق هتلعبك في الدوري او في بطوله افريقيا بزون ديفنس. هيركنوا اتوبيس زي ما بنقول بالبلدي كده، هيركنوا اتوبيس ورا، تمام، وانت العب بقى وهاجم بقى، تمام، وخد الاستحواذ وخد كل حاجه وحل.